السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن دالة صم اف. دالة صم اف دالة بنجمع على اساس شرط معين. احنا غير صم العادية. صم العادية احنا كنا بنجمع اي نطاق عادي. هنا في الدالة دي احنا بنجمع بناء على شرط معين. انا عايز اجمع منتج واحد، مثلا عايز اجمع له وحدات المباعة بتاعته هو بس، او عايز اعرف الربح بتاع المنتج الفلاني بس. فانا عايز اجمع بس بناء على شرط معين. قبل ما نبدأ لازم تكون عارف يعني ايه تثبيت الخلية، وازاي اثبت الخلية، وليه اثبت الخلية. الكلام ده كله احنا عاملينه في فيديو، هسيب لكم الرابط تحت في الوصف بتاع الفيديو ده. لو سمحت، لو لسه مش عارف يعني ايه تثبيت الخلية، الاول اتفرج على تثبيت الخلية وافهمها، وبعدين تعالى في صم اف. طبعا صم اف ملهاش دعوة بالتثبيت، بس كتير جدا احنا بنستخدمهم مع بعض. يعني اما يبقى عندي جدول كبير لازم تبقى فاهم. اما تستخدم صم اف او في لوكاب او كاونت اف او الحاجات دي، لازم تبقى عارف يعني ايه تثبيت علشان تقدر تتعامل مع جداول كبيرة. فلو لسه مش عارف ايه هو التثبيت او مش عارف تتعامل معاه، اتفرج الاول على الفيديو بتاع التثبيت وتعالى كمل الفيديو. طيب، هو انا اساسا كنت بستخدم صم ازاي، او كنت بستخدمها ليه؟ صم كنت بستخدمها لو عايز اجمع شوية قيم عندي في الاكسل. كنت بقف في الخلية اللي عايزة اطلع فيها الناتج، وبعدين بستدعي دالة صم، وبعدين بقول لها تعالي اجمعي لي العمود ده او اجمعي لي العمود ده، وكان الموضوع بسيط وسهل. طيب، يعني ايه بقى صم اف؟ صم اف بنستخدمها اما بنبقى محتاجين نجمع، بس بيبقى فيه شرط معين للجمع. بمعنى، لو احنا عندنا بصينا كده في المثال اللي قدامنا ده، بيقول لي انا عايز عدد الوحدات المباعة بس للمنتج واحد بس، او المنتج رقم اتنين بس، او المنتج رقم تلاتة بس، وهكذا. هنا برضو عايز الربح بس للمنتج واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة، وهكذا. طيب، اعمل الكلام ده ازاي؟ انا عندي جدول كبير اهو، وعندي المنتجات طبعا مش مترتبة، وده الطبيعي. بيبقى ببيع منتج معين وبعدين التاني، وبعدين ممكن ابيع اكتر من منتج والمنتجات التانية لا، وهكذا. طيب، اعمل الكلام ده ازاي بقى؟ ازاي استخدم صم اف؟ زي اي معادلة بنعملها في الاكسل، اول حاجة هنقف في الخلية اللي عايزين نطلع فيها الناتج. بعد كده هنستدعي الدالة اللي هنشتغل بيها، اللي هي في الحالة دي صم اف. طيب، كنت بستدعي دالة صم اف او بستدعي اي دالة ازاي؟ كنت بفتح insert function، وبعدين من all هنا بدوس على الاس اول الصم، وبعدين اقعد ادور على الدالة لغاية ما الاقيها. والموضوع ده طبعا بياخد وقت ومجهود وكده. طب في طريقة اسهل؟ في طريقة اسهل. اقفل الكلام ده. انت هتكتب مانيوال اسم الدالة. خلي بالك، انت هتكتب مانيوال اسم الدالة، يبقى لازم تكتب يساوي. اكتب يساوي وبعدين اسم الدالة، وبعدين تعال نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. يساوي وبعدين صم اف اهي، ممكن تنزل بالاسهم. هو اول ما بتبدا تكتب اسم الدوال فبيقول لك انت تقصد انهي صم من دول. فانا هقول له انا عايز صم اف دي، اقف عليها. انا بنزل واطلع بالاسهم الاتجاهات، وبعدين هتدوس على التاب. كده انت دخلت جوه دالة صم. خلاص، انت ممكن بقى لو دوست على insert function دلوقتي هيفتح لك على طول الدالة. بدل احنا طبعا اختصرنا خطوات كتير، بدل ما تروح وتقعد تدور على اسم الدالة، لا، احنا كتبناها وبعدين قلنا لها يلا افتحي على طول، ففتحت على طول بالمطالب بتاعتها. طيب، صم اف عشان تشتغل معايا مطلوب 3 حاجات. ايه الرينج اللي فيه الشرط عندك، وبعدين ايه الشرط، وبعدين انت هتجمع ايه بناء على الشرط. طيب، واحدة واحدة. انا المفروض هنا عايز اجمع المنتجات رقم واحد، عايز اجمع الوحدات المباعة بتاعتها بس. يعني الشرط عندي ايه؟ الشرط عندي انا عايز اجمع المنتج رقم واحد. طيب، الرينج بتاع الشرط بتاعي ده فين؟ الرينج اهو، اللي هو العمود بتاع المنتجات. حلو. طيب، الشرط ايه؟ الشرط اللي هو منتج واحد. طيب، بناء على الشرط ده انت هتعمل ايه؟ انت عايز تعمل ايه بقى النهارده بناء على الشرط ده؟ يعني انا عايز اجمع الوحدات المباعة بالنسبة للمنتج ده. يبقى الصم رينج عندي اللي انا هجمعه الوحدات المباعة. طيب، تعالوا نعمل الكلام ده بقى عملي. الرينج فين؟
انا هدوس هنا وهقول له الرينج اهو، هو ده الرينج اللي فيه الشرط، الرينج اللي فيه الشرط. طيب تاني مطلوب الشرط عندك، الشرط ايه؟ الشرط اللي هو ده. حلو. طيب تالت حاجة اللي هو السم رينج، فين اللي انت هتجمعه؟ اللي هو ده. خلصت؟ يلا قول اوكي. شوف كده الدنيا هتبقى ايه. صح. شوف كده الوحدات المباعة بالنسبة للمنتج واحد 5. تعالوا كده نشوف المنتج واحد هنا باع 2 وبعدين هنا باع 3، في منتج واحد تاني لا، يبقى فعلا مجموعهم 5. 2 و3 5. فعلا اشتغلت صم اف معايا على المنتج ده بس، بناء على الشرط ده بس. طيب ده الموضوع جميل وسهل وما فيهوش اي مشكله. لا والله هو في مشكله، ومشكله كبيره جدا. ليه بس كده؟ علشان دلوقتي لو انا عندي 500 منتج، مش معقول هقف في كل منتج واعمل فيه نفس الشرط ده. لا، ما انا عندي اوتو فيل. ليه طيب بتقولي هقف في كل منتج؟ لا، ما انا لو عملت دلوقتي اوتو فيل هيبقى في مشكلة أكبر بقى، اللي هي النطاقات اتغيرت. تعالوا كده نعمل دبل كليك هنا ونشوف النطاق ايه اللي حصل له. تعالوا بصوا هو عامل ايه. هو المفروض اما بعمل اوتو فيل النطاق بيتغير زي ما احنا عارفين، بس انا مش محتاج النطاق يتغير هنا، انا محتاج النطاق يتغير هنا بس. انا محتاجه اقول له ايوه اما اجي اعمل اوتو فيل انزل على المنتج اللي تحت ده، لكن خلي النطاق ده ثابت، وخلي النطاق ده ثابت، ما تنزليش كده. لا ده المشكله اكبر. تعالوا كده روحوا ده كده بصوا النطاق بقى راح لغايه فين. لا الدنيا باظت خالص. طب وبعدين اعمل ايه؟ في الحالة دي بقى هنستخدم حاجة اسمها التثبيت. علشان كده قلنا قبل ما تتفرج على الفيديو ده لازم تكون عارف يعني ايه تثبيت ونستخدمه ازاي. طيب استخدم التثبيت ازاي؟ تعالوا نحل المسألة مرة تانية بس بالتثبيت. انا عارفة ان انتوا شاطرين وممكن تعدلوا في الفورمولا بار، بس احنا هنعملها مرة تانية علشان تاخد او تعرف المعادلة من الاول للاخر بتتعمل ازاي. خلينا نستدعي sum f يساوي sum اف. انزل تحت كده بالسهم وبعدين ادوس تاب علشان تثبت معايا المعادله، وبعدين هفتح اف اكس insert function علشان تديني المطالب بتاعه المعادله. اول حاجه الرينج. وفي التثبيت خلي بالك من حاجه بقى، كل حاجه كل خطوه بتعملها اسال نفسك هو انا محتاجه اثبت النطاق ده؟ ايوه محتاجه اثبته يبقى ثبت، مش محتاج يبقى كمل، وهكذا. كل خطوه بتعملها في الاكسل من اول النهارده اسال نفسك انا محتاجه اثبت؟ لا والله ده انا المفروض اغير النطاق، لا ده انا الحته دي المفروض فيها ما تتغيرش، وهكذا. طيب الاول فين الرينج اللي هطلع منه الشرط؟ الرينج اهو حددته. طيب السؤال المهم اوعى تنسى، انا محتاجه اثبت؟ ايوه محتاجه اثبت. طيب محتاج تثبت يبقى F4 على طول. هتدوس على F4. طبعا لو انت لابتوب FN مع F4. خلاص كده انا ثبت النطاق ده، ثبت النطاق ده مش هيتغير تحت اي ظرف من الظروف معايا في المعادله دي. حلو. يعني بعد ما اخلص كتابه المعادله واعمل اوتو فيل النطاق ده مش هيتغير، صح كده؟ طيب تعالوا للمطلوب اللي بعد كده اللي هو الشرط الكريتيريا. طيب الشرط عندك ايه؟ انا عايز اجمع بناء على الشرط ده، انا عايز اجمع بناء على منتج رقم واحد بس، اجمع لي منتج رقم واحد بس. طيب المنتج ده او الشرط ده محتاجه اثبته؟ لا والله ده انا محتاجه اما اعمل اوتو فيل كده ينزل عندي للمنتج 2 و3 و4 و5. لا مش محتاجه اثبت لو سمحت. خلاص يبقى هسيبه زي ما هو ومش هعمل F4. طيب تعالوا للمطلوب اللي بعد كده. انت هتجمع ايه بقى؟ يعني احنا عرفنا الشرط اللي انت عايز تجمع بناء عليه، انت عايز بقى تجمع ايه؟ والله انا عايز اجمع الوحدات المباعة، عايز اجمع الوحدات المباعة، عايز اجمعها. هو ده المطلوب رقم 3. طيب حدد الوحدات المباعة بس. خلاص كده اقفل. اوعى استنى، اوعى تنسى احنا هنعمل ايه. برافو عليكم اللي قال هنسأل نفسنا هنثبت ولا لا. صح، اسأل نفسك كده انت محتاج تثبت الكلام ده ولا لا. يعني ايه؟ معلش انا نسيت. اسأل نفسك اما اجي اعمل اوتو فيل كده لتحت
محتاج النطاق ده يتغير، يبقى اللي بعده وبعدين اللي بعده وبعدين اللي بعده ياخد نطاقات تحت كده؟ لا طبعا، لا طبعا. انا محتاج ده يتثبت زي ما هو كده، وتحت اي ظرف من الظروف ما يتغيرش. يبقى هنا في الحالة دي اعمل ايه؟ هثبت النطاق ده باف 4. طبعا لو لابتوب اف ان مع اف 4. خلاص تمام، يلا اقول اوكي. يلا بقى نعمل اوتو فيل. هنلاقي مفيش اي مشكلة في المعادلة عندي. تعالى كده نعمل دبل كليك عشان نفتح المعادلة ونشوف النطاقات. هتلاقي النطاقات صح، انت بتجمع المنتج رقم 2 وده النطاقات صح. ولو برضو عملنا كنسل ورحنا عملنا دبل كليك هنا، هنلاقي برضو النطاقات صح. يبقى انا كده عملت صم اف، جمعت بناء على شرط معين، وكمان ثبت الخلية او ثبت النطاق بتاعي من غير اي مشاكل. طب تعالوا نعمل الكلام ده تاني، نعيده في الربح. احنا عايزين نجمع المنتج رقم 1، بس عايزين نجمع ربحه مش عدد المنتجات المباعة بالنسبة له. نفس الفكرة، هي هتفرق؟ لا مش هتفرق. يساوي وبعدين صم، هنزل تحت بالسهم لغاية ما اروح على الصم اف، وبعدين ادوس على التاب علشان تجيلي في الخلية. طبعا ما تنسوش تعملوا راب تكست للشيت كله علشان المعادلة تلف كده في الخلية، ما تبقاش تخرج بره الخلية. راب تكست هنا، دي راب تكست طبعا قبل ما تبدأ المعادلة تعمل الكلام ده. طيب انا ادوس على اف اكس، وبعدين فين الرينج اللي انت هتجمع بناء عليه؟ هو الشرط فين؟ الشرط اهو. يبقى فين الشرط ده موجود؟ الرينج بتاعه فين؟ اهو. طيب اهو تمام. طيب هنعمل حاجة تاني، فكروا كده. ايوه هنثبت اف 4. اوعى تنسى، اوعى تنسى، انا مش محتاج اما اعمل اوتو فيل النطاق ده يتغير. طيب فين الشرط بتاعك؟ والله الشرط بتاعي اهو، انا عايز اجمع بناء على المنتج رقم 1 بس. طيب هتجمع ايه بقى؟ في الحالة دي احنا هنجمع الربح اللي هو ده. طيب اوعى تنسى، انا على فكرة بجمع بناء على الربح، الموضوع موجود في المسألة قدامنا. طيب اقفل على كده؟ لا لا، اوعى تنسى، احنا المفروض نعمل ايه؟ هنثبت الخلية اف 4. طيب كده في اي مشكلة؟ لا. يلا دوس انتر، يلا اعمل اوتو فيل. بالمناسبة انت ممكن تعمل دبل كليك علشان تعمل اوتو فيل، مش لازم تنزل بالسحب كده. يبقى احنا خلصنا دالة صم اف. صم اف من الدوال اللي محتاجة مراجعة كتير، هي وفي لوكاب والتثبيت والحاجات دي. حاول قدر المستطاع كل شوية تفتح شيت اكسل وتتدرب عليهم علشان تبقى اشطر فيهم. ان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد وناخد كلنا حسنات. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.